ازيكم يا شباب. النهارده هنحل تمرين نعمل من خلاله تطبيق على مخطط الجسم الحر باستخدام قوانين نيوتن. يا ريت تتفرجوا على الفيديوهات دي قبل ما تتابعوا معانا الحلقه. المساله اللي قدامنا بتقول ان احنا عندنا شخص بيشد شنطه سفر على الارض في المطار. تعالوا نتخيل ان هو الشخص ده. ايوه هو الشخص ده وبيشد شنطه سفر فعلا. احنا نتخيل ان دي شنطه سفر وده لسه راجع من المطار. طيب الشنطة دي كتلتها 20 كيلو جرام، يعني نقدر نقول ان الام بتساوي 20 كيلو جرام. جميل. الشخص ده بيشد الشنطة بسرعة ثابتة. طيب الحزام اللي مربوط في الشنطة ده عامل زاوية مع المستوى الأفقي هو الإكس بنسميها سيتا. الشخص ده برضو بيشد الشنطة بقوة مقدارها 35 نيوتن. جميل. قوة الاحتكاك بقى اللي بين الشنطة وبين الأرض كام؟ 20 نيوتن. احنا بقى محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعرف السيتا دي بكام، ومحتاجين نعرف قيمة القوة اللي بتأثر الأرض بيها على الشنطة. يعني الأرض بتأثر على الشنطة بقوة معينة، احنا عايزين نعرف دي قد ايه. وقف الفيديو، حاول تحل المسألة وارجع علشان نشوف الحل الصحيح. طيب علشان نعرف نحل تمرين من النوع ده محتاجين نعمل حاجة اسمها مخطط الجسم الحر للشنطة. وليه للشنطة؟ علشان هي اللي عليها مجموع القوة اللي بتأثر أو هي بتأثر فيه. طيب نفتكر سريعا مخطط الجسم الحر هو مخطط بسيط بنحط عليه كل القوة بأنواعها وردود أفعالها، وبناخد كمان في الحسبان تأثير الجاذبية الأرضية على الجسم اللي هنعمل له مخطط. طب خلينا نعمل المخطط ده. ببساطة هناخد الشنطة نقسمها لوحدها بعيدا عن الشخص اللي قدامنا، ونبدأ نحط عليها مجموع القوة اللي بتأثر فيها وهو بيأثر عليها. فمبدئيا طبعا زي ما انتم شايفين الراجل بيشد الشنطة بقوة معينة، دي بنسميها على الجسم الحر نقسمها بنفس الزاوية بنسميها قوة F، ودي بيبقى فيه اتجاه سهم عشان دي قوة متجهة فبنحط السهم على الرمز F. طيب في ايه تاني؟ في عندنا الزاوية سيتا اللي هو بين القوة اللي بتأثر على الشنطة وبين المستوى الأفقي إكس، نكتب سيتا، ودي اللي احنا عايزين نعرفها من المسألة. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا القوة اللي بتأثر قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك اللي احنا بنسميها اف كي، ودي برضو قوة متجهة بس عكس اتجاه الشنطة عشان دي قوة عكسية. طيب في ايه تاني؟ في عندنا الشنطة طبعا بتأثر على الأرض، فهننزل ونفترض ان ده عمودي. فالقوة هنا بقى لما نيجي نفتكر قوانين نيوتن هنفهم ان هي بتساوي الكتلة في العجلة، وبما ان ده اتجاه الأرض فبنشيل الايه نبقى بدلها بتساوي الكتلة الجاذبية الأرضية. جميل جدا. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا برضو القوة عشان طبعا الأرض مش هتسكت لما الشنطة تدوس عليها، هي هترد رد فعل تاني، ودي قوة مضادة نسميها N، ودي جاية برضو من قانون نيوتن الثالث اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. زي ما احنا شايفين هو عكس اتجاه القوة اللي بتأثر على الأرض. طيب برضو آخر حاجة مهم نبقى عارفينها، نحدد الاتجاهات بتاعتنا. في هنا عندنا اتجاه أفقي اللي هو الإكس، عندنا اتجاه رأسي اللي هو الواي، اللي من خلاله هنبدأ نفكك كل قوة ونقدر نحسب كل قوة في كل اتجاه تبقى قد إيه.